بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل دلوقتي كيكة البرتقال بأسهل طريقة جدا وسهلة جدا وكلها بالمج. يعني شايفة مقادير أبسط من كده مش هتلاقي. أنا هستبعد ده. هجيب كده دلوقتي كوز الخلاط أو شفشق الخلاط، هحط فيه كده معايا بسم الله دي كوباية من عصير البرتقال أو مج كده من عصير البرتقال. عايزة تعصريه في العصارة اللي هي دي مش مشكلة خالص اهي، تعصريه في العصارة دي عادي جدا. تعصريه في الخلاط، تحطيه في الخلاط وتحطي عليه حبة مية وتروحي حاطة عليه وتروحي عاملاه بيوريه كده زي ما انا عاملاه. شايفة بالشكل الجميل ده اهو. ده انا كده عصراه في الخلاط ومصفياه اهو بيوريه بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. خدت كده من المقدار اللي معايا ده كوبايه من عصير البرتقال، او ممكن تحطي له برتقال معلب عادي جدا، بس احنا طبعا بنرفض المواد الحافظه اللي ندخلها لاولادنا، فاحنا كده هنعمل حاجات طبيعيه. انا كده عصرت كوبايه من عصير البرتقال بسم الله، عليهم بيضتين، عليهم 2 عدد بيضه او بيضتين اهو. كل حاجة قدامكم واضحة جدا جدا ما شاء الله سبحان الله. بصوا قدامكم اهو. انا بس هوريلكم الحاجة دي، المعجزة دي هوريها لكم. ما شاء الله سبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله. شوفوا بقى المعجزة اللي انا قلت لكم هوريها لكم. شايفة ان انا قدامكم دلوقتي بصور وبدون مونتاج بسم الله اهو. لقيت البيضة بصفرتين، شايفين دي بيضة واحدة سبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله يعني نشوف حاجة زي كده سبحان الله على طول بسبب بيضة فيها صفرتين اهو كأنهم بيضتين. ده التوأم سبحان الله شايفين، وتوأم ملتصق كمان سبحان الله. دي برضو حتى لو اتسلقت كان هتبقى فيها صفرتين. انا هحطها برضو يعني احنا كده معانا المقدار بيضتين بس، انا حطيت بيضة والبيضة التانية سبحان الله لقيتها بصفرتين. فسبحان الله هي قدامكم اهو. وطبعا انا مش هشيلها في المونتاج ولا هعمل لها اي حاجة، قدامكم اهو. كده حطينا كوباية من عصير البرتقال وعليهم بيضتين، وهحط نص كوباية من الزيت كله بنفس المج اللي بكايل بيه وبعاير بيه المقدار بتاعي. هحط برضو بنفس المقدار نص كوباية من الزيت. طبعا انتوا سامعين صوت ازعاج شوية من الولاد. ربنا يا رب يهديهم يا رب ويصلح حالهم يا رب اللهم امين. انا عندي كيس كده فانيليا من البرتقال، كيس فانيليا بالبرتقال اهو. عايزه بتستخدميها عادي جدا، مش عايزه بتستخدمي بتحطي الفانيليا العاديه جدا. لو ده مش عندك بتستخدمي الفانيليا العاديه جدا، بس ده في نكهه البرتقال يعني بينفع للبسكوت بينفع للكيكات بينفع لاي حاجه انت بتعمليها بالبرتقال. فانا هحط كيس، الكيس ده وزنه 5 جرام 5 جرام، والكيس العادي بيبقى 2 جرام، فهو ده كيس كفايه. لو انت ما عندكيش الفانيليا اللي بالبرتقال دي بتحطي كيسين فانيليا عاديه اهو. احط كده كيس فانيليا بالبرتقال، شايفين هو لونه اصفر بيدينا اللون. او لو مش عندك بتحطي نص معلقه من التانج، عصير التانج البودر العادي اللي هو بالبرتقال، وبتحطي كوبايه البرتقال بتاعتك عادي جدا. ودلوقتي اخر حاجه هننزل معانا بكوبايه من السكر بسم الله. انا بكايل كل حاجه قدامك اهو بنفس المج. ابعد لك بس الخلاط كده اهو. كوبايه كده من السكر، سهله جدا جدا. انا همسح كل اللي في الكوبايه ده بالاسباتيولا كده، وهنزل كل المقدار معايا. طبعا احنا مش بنهدر حاجه، حرام الحاجات كلها غاليه، حرام تهدري اي حاجه، وحتى من غير ما تكون الحاجه غاليه انت حرام ترمي الحاجه غيرك مش لاقيها اهو. وهفرمهم، وان شاء الله اما افرمهم هنجي نكمل بقيه المقادير مع بعض. هصب كده معايا الخليط بتاع الكيكه بتاعتي، كيكه البرتقال الجميله السهله الاقتصاديه. كل اللي احنا حطينا فيها نص كوبايه من الزيت، مش محتاجه حاجه. ممكن تستبدلي الزيت وتحطيه زبده عادي جدا جدا. كل حاجه استبدال عاديه جدا. تقدري تستبعدي الفانيليا، وقلت لك تحطي مثلا تانج
او برتقان، او لو عايزاها باللبن زي ما انا عملتها لكم قبل كده باللبن، كوبايه البرتقان دي بتستبعديها وبتحطي كوبايه لبن مكانها. انا طبعا كده بعمل قدامكم كل الخطوات اهو بنفس الكوبايه اللي عايرت بيها كل المكونات بتاعتي. انا ما غسلتهاش اهو، مخليها معاكم. هنكيل بيها الدقيق بتاعنا وهنشوف هناخد كام كوبايه من الدقيق على حسب نوع، يعني الدقيق السوائل على حسب النوع الدقيق. يعني انا الدقيق عندي ممكن ده الكيكه بتاخد مقدار 3 كوبايات معايا بالمقادير اللي انا قلتها لكم. ممكن الدقيق ده ما يكونش بيشرب وياخد معايا 2.5 كوبايات وساعات 2 كوبايات. احنا هنحط مع بعض كده ونقلب وهقول لكم خدت كام مقدار الدقيق بتاعي. تقدري تستخدمي دقيق الكيك او دقيق كل الاغراض، جميع الاستخدامات عادي جدا. ده دقيق لجميع الاستخدامات. طبعا انا حطيت كده اول كوبايه وهقلب، ولازم ننخله كده علشان اي شوائب اي حاجه. شايفين التكتلات دي لما بتنزل في الكيك بتخليها تزغمد معاكي وبيكون شكلها مش احسن حاجه. فانا كده هقلبها دلوقتي معاكم، وهروح نازله كده على اول كوبايه من الدقيق. بسم الله. معلقه كبيره كده او كيس من البيكنج باودر او البيكنج صودا زي ما بتسموه، او كربونات الصوديوم. دي كربونات صوديوم او بيكنج باودر اي حاجه بقى، او اللي هو البيكنج باودر عندنا اهو. وهقلبه وهنزل كده بالتدريج، يعني هحط اول كوبايه وانزل تدريج كده عليها، وهشوف السائل بتاعي هيحتاج كام كوبايه من الدقيق. هنزل كده بالكوبايه التانية. بسم الله. طبعا انا مش شوله، مش بعرف استخدم الايد الشمال. انا عشان التصوير بقى كنت لفه ايدي شويه. بسم الله. كده كتير عشان الزغمده اللي فيه. شايفه سهل جدا. انا هحط الكوبايتين بتاع المعيار بتاعي، وبعد كده اللي هنحتاجه هنزوده. هي بتاخد معايا 2 كوبايات من الدقيق اهو. بسم الله. هقلب كده في اتجاه واحد بالمضرب السلك العادي جدا اهو. وده القوام المظبوط بتاع الكيك بتاعتي. هقلبها بس شويه كده علشان اي تكتلات اي زغمده اي حاجه فيها خلاص تختلط وتدوب كده وتسيح معانا. شايفه القوام في منتهى الجمال اهو. هو ده قوام الكيكه بتاعتي. خدت معانا 2 كوبايات من الدقيق فقط لا غير اهو. هجيب بقى صينيه دلوقتي متبطنه معايا، صينيه كده. الصينيه دي اللي هي الوسطانيه في الطقم، اوسط صينيه، يعني الطقم فيه 3، دي الصينيه الوسط. تاني صينيه في الطقم. وهنزل بقى كده عليها على الخليط بتاعي في الصينيه بتاعتي اللي معايا كده. بسم الله. شايفه القوام؟ الكيكه بتتحدث عن نفسها، وقوامها في منتهى الجمال والروعه. جميل جدا جدا جدا. انزل بقى بكل ده بالاسباتيولا بتاعتي بكل الخليط كده اهو. وطبعا انا بكون مسخنه الفرن من قبلها وبدخلها على درجه حراره. قلتلك لو فرنك ضعيف او واطي بتحطيه على درجه حراره 200. لو فرنك عالي على درجه حراره 180. بتقعد قد ايه؟ بتقعد ساعه الا تلت، يعني نص ساعة و10 دقايق تاني كده. ممكن تقعد بعد الساعة الا تلت. خلاص انت بتفتحي عليها الشواية من فوق، بتاخد اللون وبتخرجيها وبتكون في منتهى الجمال. انا دلوقتي هدخلها الفرن. لو انت فرن عندك بمروحة بتشغلي فوق وتحت خلاص بتستغنى عن الشوايه، ما بتحتاجيش الشوايه. لكن لو الفرن عندك مش بمروحه او مش بيتفتحوا الاتنين مع بعض، يعني الشوايه بتتفتح غير الفرن، بتفتحي تحت الاول. اول ما بتستوي بتحطي خله السنان، او بعد نص ساعه بتبان الحروف معاكي ذهبي، بتروحي مخرجاها تحت الشوايه وتاخدي بالك منها. ده عوامل نجاح الكيك. اي كيك ما تفتحيش عليها الفرن قبل الساعه الا تلت ما تعدي خالص علشان ما تهبطش منك.
وتكون في منتهى الجمال. وان شاء الله هدخلها الفرن، ولازم يكون فرنك متوسط الحرارة، ما يكونش هادي جدا ولا عالي جدا يشيطها لك او يحرقها لك. وما تفتحيش الفرن زي ما قلت لك. وهندخلها دلوقتي على درجة حرارة في الرف الاوسط. يعني انا عندي الشبكة برفعها كده فوق الفرن، مش بحطها على البلاطة. يعني انا ما بحطش الصينية على البلاطة على طول، انا بحط الشبكة على اول رف من بعد البلاطة، واروح حطها واروح فاتحة فوق وتحت، وبتطلع معايا في منتهى الجمال. ان شاء الله ادخلها الفرن واخرجها، واما اخرجها اوريها لكم باذن الله. وادي الكيكة بتاعتي اللي بالبرتقال خرجت، اللون تحفة وفي منتهى الجمال. والطراوة بتاعتها، شايفة الطراوة؟ شايفه هنختبرها بقى، انا لسه ما اختبرتهاش. شايفه اول ما بتخرج من الفرن بتحطي فيها كده الخله بتاعت الشيش طاووق، او سكينه رفيعه، او شوكه، اي حاجه. شايفه ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. مستويه 100% في ساعه الا تلت، يعني 40 دقيقه كانت خرجت معايا الكيكه بالجمال اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، بالشكل التحفة ده. وهخرطها دلوقتي وهوريها لكم مع بعض ان شاء الله. هنشوفها في منتهى الجمال. تعالوا بقى نخرطها مع بعض. بسم الله. سكينة كده مشرشرة، هي لسه سخنة طبعا، والمفروض اسيبها تبرد. بس انا بقى عشان اوريها لكم، عشان انزل لكم الفيديو او انهي معاكم الفيديو بقى مرة واحدة كده. بسم الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. في منتهى الجمال. انت بقى في البيت عندك اما تعمليها سيبيها تهدى كده وتبرد، وبعد كده قطعيها براحتك، هتكون معاكي احلى كمان من ما انا مش عارفه امسك الصينيه كده. هقطعها بقى بالشكل الجميل اللي شايفينه ده. بسم الله. سكينه مشرشره، برضو كنت خايفه من ان هي تتقطع كده مني عشان سخنه واتقطعت خير. بسم الله. قطع بقى كده مربعات باي شكل تفضليه. انا بس بقطع عشان اوريلك اللون والشكل والسمك والكثافه وكل حاجه، اوريلك كل حاجه على الطبيعه قدامك دلوقتي حالا. لو وصلت بقى لحد هنا حطي لايك للفيديو، او اكتبي كومنت بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اما اشوف بقى مين اللي هيبقى اكبر كومنت، ومين اللي هيكون وصل معايا لحد الوقت الدقيقه اللي انا فيها دلوقتي. بسم الله. شايفه بقى ان انا برفعها من الصينيه كده. بسم الله. شايفه سخنه، شايفه الدخان طالع منها، شايفه الجمال، شايفه التسويه. هي ما شاء الله بتتكلم عن نفسها. انا بس هرش لها رشه بسيطه كده من الفارماسيل الالوان الجميل ده، تدي لها لون كده او تكسر اللون معايا بتاع اللون بتاعها. وادي الكيكه بتاعتي اللي بالبرتقال، ما شاء الله. الريحه في منتهى الجمال. شايفه الجمال. سخنه، انا مش عارفه امسكها فعلا. شايفين الدخان؟ مش عارفه انتوا شايفينه ولا مش شايفينه. الدخان لسه خارج منها. جميله جدا جدا جدا، روعه. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. ويا رب كده الوصفات بتاعتي اللي انا بعملها لكم تكون بتعجبكم. ولو عجبتكم بقى الوصفه للنهارده ما تنساش تحطوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل حاجه انا هعملها لكم. واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.